يا جماعة أخيرا خرجت. تفتكروا النافورة الراقصة دي فين؟ النافورة الراقصة دي اللي يعرفها كويس يعرف إنها في مول كايرو فيستيفال في مدينة نصر. أخيرا خرجت بعد طول انتظار. الحمد لله كنت في القاهرة وبعدين رحنا زرنا مول كايرو فيستيفال. تعالوا النهاردة بقى نخرج مع بعض، بقالنا كتير جدا مخرجناش مع بعض. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي فاطمة، بعمل فريجات وريفيوهات أكيد هتفيدك. مش تنسي تشتركي في القناة وتعملي لايك وشير كتير للفيديو. يلا بينا نبتدي الفيديو. اول حاجه قعدنا ناخد صور قدام النافوره الراقصه، باينه ولا لا في الصور؟ دي اهم حاجه. وبعدين اول ما ندخل بقى، قبل ما ندخل المول، بيبقى فيه قطر كده ينفع الاطفال يستخدموه. مبدئيا كده كايرو فيستيفال الاسعار غاليه جدا، يعني غاليه فوق، يعني في مستوى تاجر المخدرات من الاخر. اول حاجه دخلنا طبعا في محلات كتير جدا، كان في موجود باس اند بادي كان عامل اشتري قطعتين وعليهم قطعه فري، بس طبعا احنا مقاطعين. وبعدين بقى عجبنا الفيست ده، وبعدين قررت ان انا اتشجع وادخل اسال عليه. ده من ماركة تومي. وبعدين الراجل قال لي 9900. حسيت ان انا يعني اتلجلجت كده وتهتهت فجأة كده. قال لي لا بس احنا يا فندم عاملين عليه خصم ونازل ل 8400، لا بدل 8400 كده انتوا اوكي. طبعا اتصدمت وطلعت ومشيت. وبعدين شفنا برضو تومي، برضو ماركة تومي للأطفال، وبرضو نفس السعر. برضو بتاع الأطفال برضو 9900 وعليه خصم 15%. وبعدين بقى قلت بقى نكمل بقى بقية الشبرقة يعني، وبعدين دخلنا زارا. وبعدين كان عاجبني الجاكيت ده حلو جدا، الجواكت بتاعت زارا تحفة. كان سعره 3000 ونص، وده غريب عن زارا، يعني ان زارا اسعارها كمان اغلى من كده. بس هم عاملين سيل علشان راس السنة. وبعدين بقى واحنا بنتمشى، عجبني محل النجف ده قوي، كان فيه موجود الحيوانات ديت، يعني انا اسفه ان أنا بقول عليهم حيوانات. كان موجود الاسد وموجود الحصان وموجود الجمل. يعني موجود حيوانات كتير قوي، كان شكلهم تحفه جدا، فانا قررت برضو ان انا اتشجع، معرفش كنت واخده حبوب الشجاعه ولا ايه اليوم ده. وبعدين دخلت سالته بكام الاسد. وقد كان راح جاي قايل لي ان الاسد سعره 50,000 جنيه. فبصراحة برضو اتصدمت كده، وبعدين قلت ايه، لا لما ابقى اشتري بقى القصر الاول بعد كده نبقى نجيب الاسد. الاسعار في كايرو فestival، هي الحاجات حلوة جدا، بس يعني الاسعار غالية جدا يعني، في مستوى زي ما قلنا ايه تجار المخدرات. وبعدين عدينا على ستاربكس بس مش دخلناه طبعا، وكان على فكرة مليان جدا، الناس نسيت يا جماعة. وخلاص ما عادش في مقاطعة، يعني زي ما هم قالوا وهم عارفين سياسة المصريين وعارفين طباعهم ان هم شوية بيروحوا جايين عاملين مقاطعة ويرجعوا تاني، للأسف في ناس كتير جدا رجعت. وبعدين بقى واحنا ماشيين كده كان في بقى محلات فرنيتشر فظيعة، يعني اللي عايز يشتري عفش يروح كايرو فيستيفال. بس طبعا يبقى معاه فلوس كتير، لان انا دخلت سألت على انتريه كان عاجبني، كان سعره 65,000 جنيه، والترابيزة بتاعته اللي بتبقى الستانلس ديت ب10,000 جنيه يعني. يعني هو فعلا الاشكال فظيعة زي اللي بنشوفها على الانستجرام وكده. لكن الاسعار رهيبة. وبعدين في اخر الجولة اكلنا ايس كريم بتاع جولد ستون. في بولة ب55 جنيه، وفي بولة ب70 جنيه، وفي بولة 120 جنيه، يعني على قدنا يعني. تجيبي طبعا بالسعر اللي انت عايزاه. سيبكوا بقى من ده كله، بعد الضغط العصبي اللي عملته لكم هسيبكوا بقى ترتاحوا شوية مع النافورة الراقصة وتستمتعوا بيها.